الشان. الجزائر رفضت فتح المجال الجوي في وجه الناقلة المغربية، المنتخب المغربي والجامعة الملكية المغربية اللي تشترط رحلة مباشرة وفتح المجال الجوي على متن الناقلة مغربية من الرباط إلى قسنطينة. حسب آخر الأخبار أن الجزائر رفضت شرط الجزائر. أعتقد بأنه هذا طبيعي، لأنه الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية. الدولة المضيفة تهلك المهام على مستوى النقل الداخلي، يعني من مدينة إلى مدينة. لما تأتي إلى الجزائر وتكون هنا، أنا أعتقد بأن كل المنتخبات الإفريقية راح تقوم بإسكان كلها تقريبا، ما تجيش في خط مباشر، كلها توقف في تونس، كاين اللي يوقف في باريس وبعدها يلتحق بالجزائر. ما كانش خط مباشر من العديد من البلدان الإفريقية. لماذا يعني الإصرار على أنه لازم خط مباشر للحضور؟ أعتقد أنه هذا يعني بحث عن المشاكل، خاصة أنه أشقائنا المغاربة سبق لهم وحضروا لكأس إفريقيا للشبان في وهران مؤخرا، وجاءوا عن طريق إسكان، ما جاوش في رحلة مباشرة. أعتقد بأنه مش من الطبيعي أنه تشترط شروط تعجيزية لحضور لمنافسة مثل هذه. هل ممكن أن القرار هذا يعرض شيء الجزائر لعقوبات من طرف الكاف؟ لأنه المغرب التجأت في الكاف. لا، القرار هذا يعرض المغرب لعقوبات، لأنه القرار يخص الجامعة الملكية. المغرب إذا لم يحضر، بما أنه قام بكل إجراءات من المفروض بالحضور، فيه قانون الكاف اللي يمنحها من حضور نسخة أخرى وفيها عقوبة مالية. الجزائر لا يمكنها أن تتعرض لأي عقوبات، لأنها هي